السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أفضل حال. وحشتوني من فيديو امبارح لفيديو النهاردة. يا رب كلكم بخير ومحققين كل اللي بتتمنوه. كل سنة وكلكم طيبين وبخير يا حبايب قلبي. قبل ما هبدأ معاكم في الفيديو الجديد النهاردة هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك يومي هذا بكل ما فيه، أوله وآخره سره وعلانيته. يا رب اجعل هذا اليوم بداية خير يا رب العالمين، واكتب لنا فيه رزق واسع وبركة في الوقت وقوة في الجسد وراحة في القلب يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا رب بكل عمل نعمله بإتقان ورضا، واجعل تعبنا ده يا رب راحة وسعي وجبر، وكل خطوة نخطوها في بيوتنا اجعلها يا رب في ميزان حسناتنا قادر كريم. يا رب بارك لنا في بيوتنا وفي ولادنا وفي أزواجنا، وارزقنا يا رب العالمين رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك، مليانة سكينة وطمأنينة وسعادة قادر كريم يا رب. اللهم ارزقنا الرضا بكل ما قسمت لنا، واشرح صدورنا واستر عيوبنا، واجبر خاطرنا يا رب جبر يتعجب ليه أهل الأرض والسماء. يا رب عندنا أمنيات كتير في قلوبنا، يا رب حققها لنا، يا رب استجب لدعائنا. يا رب لو كان في أيامنا تعب بدلها بفرح قريب قادر كريم بقدرتك يا رب العالمين. فأنت خير الجابرين يا رب العالمين. يا رب اجعل اليوم ده شاهد علينا لا علينا. يا رب اكتب لنا فيه الخير حيث كان، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين آمين آمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة بقى هعمل معاكم روتين كله طاقة إيجابية كده وإنجاز، من أول ما فتحت عيني لغاية ما خلصت الغدا. والله يوم كده بإذن الله إن شاء الله يكون خفيف معاكم. خدي فكرة بقى مني من الغدا النهاردة هعمل حاجة حلوة قوي وجميلة، ولا الطعم بتاعها. خدي فكرة واشتري بكرة. خلاص. لو بتحبي فيديوهات الروتين والتحفيز ما تنسيش تدعمي الفيديو بلايك، أمانة عليكي، وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش عشان كل ما انزلك حاجة توصلك. ربنا يجعل أيامكم كلها بركة ونشاط وسعادة قادر كريم يا رب العالمين يا حبايبي. ربنا يكرمكم جميعا من واسع فضله. تعالوا بقى نقضي اليوم مع بعض خالص كده من أول ما بدأنا لحد ما خلصنا. هننضف الشقة بعد التراب اللي حصل ده، طبعا احنا منضفينها على طول، بس التراب العاصفة اللي جت ديت عارفين خدت الأخضر واليابس، بهدلت الشقة خالص بصراحة. فأنا كنت عملت معاكم البلكونة وعملت بقى معاكم الشقة خليتها فلة بصراحة. وبعد كده ولعت عود بخور بقى. وتعالوا نعمل الأكلة الحلوة دي الجميلة دي الخطيرة دي. بصوا حبايب قلبي، اول حاجه عملتها انا قطعت بصل. خلاص بصلتين حلوين كده، خرط صغنونه او حلقات او نص الحلقات براحتك. خلاص بس هي تقطيع يدوي مش كبه، عشان عايزه اخد الطعم الحلو قوي اللي هقولك عليه دلوقتي. ماشي. جبت بصلتين قطعتهم ايه، خرط صغنونه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده يا بنات مسكت قرنين فلفل شطة وقرنين فلفل رومي وقطعتهم برضو ايه كأني هقطع سلطة. ومسكت برضو الطماطم يا بنات وقطعتها كأني هقطع سلطة. خلاص يا حبايب قلبي. بصراحة انا معايا ايه، معايا حتة لحمة حلوة محندقة كده، قلت اعملها ايه طاجن. مش قادرة اقول لكم على جماله بصراحة، طاجن لحمة بالبصل خطير يا ربي. والله العظيم تلاتة ان انا سبت اللحمة وكلت الصوص بتاعه بالبصل بالطماطم بالفلفل. خطير مهما اوصفلك، كان لازم تيجي تاكلي عندي. والله على راسي من فوق يا حبيبي. يا رب يجعل دايما بيتنا بيت كرم يا رب، اللهم امين. المهم يا بنات عملت بقى ايه، حطيت فلفل وطماطم وبصل و... وحطيت بقى ايه مكعبين من مرقة اللحمة بتاع الكنور، وحطيت مكعب ورق اسمها ايه، مرقة ماجي. خلاص بتعزز الطعم قوي يا بنات على فكرة خالص، فوق ما تتخيلي. مهما تحطي توابل لما تحطي مكعب من ده بيعزز الطعم جدا 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 بالأمانة. خلاص حطيت معلقة فلفل أسمر، حطيت معلقة حبهان بودر وورق لوري بودر مطحون يعني، وحطيت معلقة 7 بهارات.
خلاص، وهحط برضو معلقة بابريكا. خلاص يا بنات زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه يا بنات، وايه، وهقول لكم انا هعمل فيه ايه دلوقتي. انا عايزه اقول لكم خلى طعم اللحمه خطير خطير. اللحمه بقى انا عملت فيها ايه يا بنات؟ انا خدتها صدمه في ماده دهنيه. خلاص. حطيت ماده دهنيه وحطيت اللحمه، اول ما خدت صدمه حلوه قوي كده اديتها كوبايه واحده ميه، بس كوبايه واحده، وسبتها تغلي فيها. خلاص. بعد كده هاخد الخليط ده بقى واروح على الايه، على اللحمه اهي زي ما انتم شايفين كده يا بنات. بصوا انا معلقه جنبها على حله المكرونه، والله كان غدا يا بنات جميل اللهم بارك. شايفين؟ حته لحمه جميله يا بنات، جميله من السن بقى، انا بحب لحمه السن قوي، بحس ان هي احلى حته عن الموزه كمان. خلاص هبدأ بقى يا بنات، هنزل بالخليط ده كله على وش اللحمة. اللحمة من تحت في الحلة، والخليط ده كله من على وشه، البصل والطماطم والفلفل والتوابل كلها من على الوش. وهساويها كده، وهغطيها بقى يا بنات، واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي. خلاص يا حبايب قلبي، هسيبها بقى مع بعضيها كده يا بنات. هغطيها انا كده، بسوي الحله بتاعتي، هغطيها واسيبها بقى ايه، تستوي بقى مع نفسها. خلاص يا حبايبي. الحله التانية بقى انا بسلق المكرونه اهي، عامله شويه مكرونه سباكيتي كده، عنب عنب زي ما بيقولوا كده، خطيره خطيره. بصوا، بعشق المكرونه السباكيتي يا بنات، من احلى انواع المكرونه اللي انا بحبها. خلاص. هسيبها بقى يا بنات ايه، هغطي بقى اللحمه، وتعالوا نشوفوا احنا هنعمل ايه. انا مواربه الغطا عشان ما تفرش. خلاص. هجيب بقى يا بنات صينيه، طبعا انا غطيت على اللحمه، هسيبها ايه تستوي سوا كامل. اللحمه بالبصل بالطماطم بالفلفل، هسيبها تاخد سوا كامل يا بنات. وبعد كده هجيب احطها في الصينيه القمر اللي انتوا شايفين الجمال نازله في قلبي، اقسم بالله العظيم خطيره خطيره. انا عايزه اقول لكم ان انا اكلت الصوص ده كله، كل ده انا اكلته، وخدت حبايه السكر. ماليش دعوة ماليش دعوة، أنا بحب الصوص بتاع اللحمة جدا وبتاع الفراخ بعشقهم. المهم سويت اللحمة بتاعتي كده يا بنات زي ما انتوا شايفين، عشان خليتها خدت سوا كامل، وهخليها تخش تحت الشواية في الفرن تاخد لون. خلاص. هسيبها تحت الشواية تاخد لون حلو كده. في اللحظة دي أنا وأنا بسوي وش الصينية، أنا ولعت على إيه، ولعت الفرن على الشواية بس. خلاص. دخلتها بقى يا بنات، خلاص تاخد لون اهي، سويتها واخليها بقى تخش ايه، تاخد لون حلو كده. ماشي. كنت بقى عملت صلصة المكرونة يا بنات وخلصت. تعالي بقى بصي، بعد ما خدت اللون، بصي بقت عاملة ازاي. عملت بقى المكرونة وسقطتها وغرفتها، وبصي بعد ما طلعتها، بصي المنظر اللي انت هتشوفيه ده. شايفة الجمال؟ انا مش عارفة انا بعد الكاميرا ليه، مش عارفة، لا انا هقربها، ايوه اهو. بصوا بصوا الجمال. شايفين؟ خطيرة يا بنات خطيرة، اللهم بارك. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وعملت جنبها مكرونة، وعملت جنبها سلطة، وبألف هنا وشفا يا بنات. أكلة جميلة، فاخر من الآخر، حرفيا ما خدتش ثانية إلا ثانية أهي. بصوا بقى، روقنا الشقة من التراب، وظبطنا الدنيا، وولعنا عود البخور، وعملنا الغدا. قومي كده وتنشطي، خلي يومك يعدي كده بسلام وفي أمان واحتسبي كل حركتك في البيت كده لوجه الله تعالى. ربنا يكرمكم جميعا من واسع فضله. شايفين جمال اللحمة؟ بالله عليكم مش بتتكلم على نفسها. شايفين الجمال؟ ولا الطعم بقى. لو وصلتي بقى لحد كده ما تنسيش اختك ام مازن في اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو منك فضلا وليس امرا، وكومنت جميل حبيبة قلبي. اخر كلامي هقول الحمد لله رب العالمين. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.